أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون المصريون الشرفاء. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وأعانكم الله على تحملي في اللحظات القادمة. فأنا كنت معاكم 30 سنة، استحملتوني 5 دقايق، مش هيجرى حاجة كمان. هذا هو موعدنا اللي أنا مش عارف بصراحة هل سيكون موعد أسبوعي أو هيبقى يومي، هذا حسب التصريح في أول نشرة للأخبار من سجن طرة. يا سلام، تحقق حلمكم أخيرا أيها المصريون. هنا طرة لاند، بورت طرة، حيث طرة واحة الأمن والأمان، وكله بتوجيهات سيادة الرئيس. سجن طرة يشهد في هذه اللحظات المجيدة أزهى عصور الديمقراطية. صحيح، وأنا رايحه يعني كان باين وكأني ملفوف في ملاية، إنما عادي جدا، مش مشكلة أبدا، ربنا بيسلط أبدان على أبدان. نبدأ نشرة. الخبر الأول في نشرة أخبار طرة عن الأخين الحلوين لولو وجيمي. لولو اللي كان الناس بتحبه بعد ماتش الكورة ياه، وجيمي اللي عمر الناس ما حبته، لا بعد ماتش كورة ولا حتى بعد 10 طاولة. الخبر بيقول أن جيمي مش عارف ينام من الناموس، وإنه سهران طوال الليل وأخوه بيصطاد فيه، وكل ما ناموسة تيجي على قفاه يروح لولو صيدها ولاسع جيمي بالقفا. هو صحيح لولو كان يقصد الناموسة، إنما عندي مصادر خاصة سمعته وهو يقول لجيمي بعد ما لزعوا القفا المكن: أنت اللي سجنت بابايا. يا بابايا. وفي مصادر تانية تقول إن جيمي بيجيله كريزة، كل ما يسمع كلمة رئاسة يصرخ ويقول: شقى عمري ضاع، الملاحة وحبيبتي ملو الطراح. والمصادر بتاعتي بتؤكد أنه يهدأ أول ما بيسمع أغنية ابننا محمد ثروت: حبيبة بابا راشة، أمورة بابا راشة، وبعدين ينام. والخبر الثاني في نشرة أخبار طرة عن خناقة كبيرة قامت بين كر عبو دومة المسجل قتل واغتصاب وجرائم نفس، وبين حمادة عزو المسجل حديد، وأبو الأنس اللي مسجل استهبال وتضليل. ونحب أن نطمئن شعب مصر الوفي العظيم إن كر عبو دومة بخير والحمد لله، وإن عزه واخد له واحدة 111 على خده اليمين. والخناقة كانت لما أخونا كر حاول يتحرش لفظيا، يعني مشوها لفظيا بالثنائي المذكور عشان يرفهوا على المساجين ترفيه بريء، على أساس إن واحد يطبل كده والتاني يرقص. بالنسبة لعزه وافق على طول الحقيقة، وكان مثالا للالتزام، بل إنه عرض مشكورا عليهم أنه يطيل في العزف ويرقص في نفس الوقت. ولكن كرع كان عادلا ورحيما ويعطي كل ذي حق حقه. المشكلة جاءت بسبب رفض أبو الأنس أنه يرقص، لأنه اشتكى أنه وسطه منمل ودهنله له مرهم، وكرع ما صدقش، لأن حق دهن المرهم لأي أحد في السجن هو حق أصيل لكرع نفسه، واللي كرع ما دهنلوش مرهم يبقى ما ادهنلوش أي مرهم في حياته. لكن المعركة الكبرى قامت عندما رقص أبو الأنس، رقص على أنغام حلاوة شمسنا وخفة ظلنا والجو عندنا ربيع طول السنة. عملها كده. هذا هو أبو الأنس. وما أن سمع كرع الجملة الأخيرة التي قالها أبو الأنس حتى طبق في زمارة رقبته وهو يقول له: هتكذب في دي كمان وتقول إن الجو ربيع عندنا طول السنة؟ احنا ما عندناش الجو ده، كفاية، وبعدين احنا واخدين بالنا منك. وانتهت المعركة بأن رقص ابننا أبو الأنس على أنغام مختلفة، غير الأغنية عشان كرع يسيبه، غنى أغنية أو رقص على أغنية هلا علمونا يابا يابا علمونا، ودي رقصة المجنونة يابا يابا علمونا. واستمتع جميع المساجين بأن تصالحوا
مع عزو وابو الأنس، ونام الجميع تحت سقف عنبر واحد، وربما على سرير واحد كإخوة، بعيدا عن الضغائن وحقنا للدماء. أصبحوا كالمؤسسات ينامون على السرائر. نحن دولة مؤسسات في طرى. الخبر الثالث في نشرة أخبار طرى خاص بالأرصاد الجوية، حيث اشتكى عنبر 9 معتقلين سياسيين من رياح شمالية شرقية تأتي محملة بالأتربة والروائح الكريهة، تأتي من زنزانة بتاعة كريه العدلي. واكتشف المأمور مشكورا أن سبب الزيارة الأخيرة لكريه العدلي، حيث احتوت على محشي كرنب وتهيب إدارة سجن طرى بزائري كريه العدلي، عدم احتواء الزيارات القادمة على بيض أو كرنب أو قلقاس حفاظا على الأمن العام، وإلا ستعهد بهذا الملف إلى كرع ورفاقه. وما أدراك ما كرع ورفاقه. لا تنسوا مؤسسات السلايف، وهم قادرون على التصدي بمنتهى الحكمة والحزم لكريه العدلي وكرنبه وبابا غنوجه. والله ولي التوفيق. هنا سجن طرى، زنزانة عالمية على أرض مصرية، من أجلك أنت.